أن تكون تبرقة عروس الشمال الغربي حيث يلتقي الجبل مع الشاطئ الذي يعانق الغابة أمر لا يرقى إليه الشك، وأن تنفرد هذه المدينة بعدد من المنتوجات السياحية فذلك أمر محفز لكل من قصد هذه المدينة، وأن تنضاف إلى هذه العوامل طيبة أهاليها وحسن استقبالهم فذاك أيضا على غاية من الأهمية. خالتي فرهودة صاحبة البسمة التي تكاد لا تفارق وجهها حتى في الأزمات تؤكد أن الموسم السياحي لهذه السنة تراجع بشكل لافت، وتحيل هذا التراجع إلى الوضع الأمني الهش. والله مش باهي، والله العظيم ما خلوهوش مش باهي، والله لا، والله مسيب الدنيا على طول. كيفاش مش باهي؟ ما تمش السياح، ما تمش عبيد، ما تمش جو، ما تم حتى شيء. من 9 تلقى البلاد مسكر، ما تمش برشا. مالف مكدز، مالف 3 للساعتين ونص البلاد تبدا ارقد في الشط للصباح. انا نروح الساعتين تعلي. والسنيه 9 البلاد تلقاها فارغه. والسواح الجزائريين هاي مش ياسر والله شوي برك. خالتي فرهودة عندك برشا انت في الموسم هذا؟ عندي 35 سنه نخدم كل مره متنقله، ما بوش يعطوني حتى بقيعه، كل مره في بلاصه. هنا جايين. كي تقارني انت عام السنه الموسم السياحي السنه بالسنوات الماضيه يا حسره بكري خير، بكري خير. خايفه ما تمش حاكم وما تم حتى، الدنيا مسيبه. مسه تسمع حسه تعرفش، حتى الحاكم ساكن يشوفوا العباد يهربوا ما يمسوش، يخافوا. انا يوم الفا نعجن بالشكاره فريكاسي، تو ما نعجنش 6 كيلو. ما تتمتع به تبرقة من مقومات سياحية تدفع بوزارة السياحة إلى البحث عن مخطط كامل يستثمر تلك الإمكانيات ويطورها وفق حاجيات السائح، يقول الوزير. بالنسبة للمنطقة تبرقة هي من عندها المقومات الكل، معناتها من المقومات الطبيعية تبارك الله، جبل والبحر والغابات، وزاد فيها مقومات حتى من البنية التحتية، يعني فيها مطار. مازال فما نقص من الطرقات وفما نقص نتاع مخطط شامل للنهوض بالسياحة. عملنا شوط، أما تو يلزمنا نظرة أخرى من تنويع المنتوج والتنشيط والترويج للوجهة هذه كوجهة السياحة. نعرفوا المشاكل الهيكلية عندنا علم بهم، باش تاخذ وقت باش نبداو فيهم. الامور اللي نعالجوا فيها هي اعاده الوجهه هذه اللي كانت عليه، يعني نعاودوا نرجعوا السياح. فما نقص كبير وهذا اللي نخدموا عليه. بدات ترجع شيء فشيء. الوتله الكل رجعوا يخدموا، فما زوز وتله كهو على ال 25 معناتها مازالوا ما عاودوش حلوا وينجموا يعاودوا يحلوا. يعني بدينا نجموا نقولوا بدينا نخرجوا من مشاكل الظرفيه. السوق الجزائرية هي المصدر الأول بالنسبة لهذه الجهة، تراجعت هي الأخرى، لذلك عقدت الجهات الرسمية لكلا البلدين جلسة عمل على هامش الزيارة التي قام بها وزير السياحة إلى هذه المدينة، وذلك لتدارس ما آلت إليه الأمور وكيفية النهوض بهذا القطاع في البلدين، خاصة فيما هو آجل. احنا كانوا عندنا برشا سياح جزائري يدخلونا حوالي من هنا في تبرقة، يدخلوا معناتها على الديوانه نتاعنا مالوله والديوانه الاخرى يدخلوا حوالي 2 ملايين سائح. السنه ما فماش، احنا مولفين الفتره هذه اللي هي اول السيزون، اذا كان ما فماش السائح الاجنبي فما السائح الجزائري. السنه حتى الجزائري ما فماش، ولا خايف. داخل تونس يعني فين اطار سياحه ولا شغل؟ في اطار سياحه، ونحب نعرف تونس ونحب نشوف تونس واش فيها واش كاين ونحب نعرف. طيب شنو رايك في الموسم السياحي السنه؟ معناها ما سمعتش حاجه علاش الجزائري قلوا شويه على تبرقة وعلى تونس بشكل عام؟ لا تونس ما يقلوش عليها الجزائريين برشا باسكو يحبوها، وان شاء الله يكون سياح جزائريين يجوا لها ياسر كما العوام اللي فاتوا. وتونس راهي ملاحه وباهيه والحمد لله. الجزائري لما يجي لتبرقة ويتعدى إنافرسي ما يقفش عندنا، تقول علاش؟ ساعات نتسائل وعلاش شيء كما يقولوا فيها من حنا، والشيء مرتبط بالدين، شيء مربوط بالسلطة وشيء بينا احنا كاصحاب مهنه. أما صاحب هذه المؤسسة فهو يقول بأن الإعلان الصادر عن وزارتي الداخلية والدفاع مطلع هذا الشهر كان أهم الأسباب التي أثرت على تراجع بداية الموسم السياحي. بالنسبة للموسم السياحي سنة في تبرقة كان من الأول ماشي إلى أن جاء الكوفر فو. احنا نستناو في الموسم السياحي هذا عنا عامين مش عام، خاطر عمناو اللي ريال ما خدمناش. جاء الموسم هذا
جات الفتره عرفت فيها البلاد شويه شوشر، وقع الكوفر فو، ضرت برقه من جهه السياحه. هذه مرحله اولى. مرحله ثانيه، عندنا المطار ماهوش مستغلينه لنا. احنا كيفاش السائح يجي من تونس نجيبوه نخلطوه لهنا لتبرقه يعمل 3 سوايع على الطريق، اوتوماتيكمون راه باش يخلط السائح تعب. لذا ماهيش مش تكون حاجه اكسترا في السياحه. توفير الأمن أمر ضروري، ولكن الصورة التي استخدمت للوضع الأمني في تبرقة مخالفة تماما لما هو واقع، يضيف صاحب هذه المؤسسة. إذا كان السائح أول حاجة يفركس عليها أي شخص مش سائح هو الأمن، بورتون متوفر الامر راهو في تبرقه، اما ليماج اللي عاطينها ايماج ماهيش ليماج نتاع الامن الموجود في البلاد. لعل زياره وزير السياحه والوفد الجزائري مؤخرا الى هذه المدينه ياتي في سياق البحث عن العوامل المذلله لهذه الصعوبات والمطمئنه للسائح. لا، هو ما ننساش ان المنتوج السياحي يعني منتوج حساس، نشاط سياحي نشاط حساس، لابد تتوفر فيه الامن يعني الطمأنينة والنظافة. يعني هذه 3 شروط أساسية في أي منتوج سياحي. فبالتالي أي اضطراب من أي نوع كان يعني ولا بد يعني كله يعني انعكاس على النشاط السياحي. وبطبيعة الحال الانعكاس له ظاهر، يعني وقع اليوم أن فيه نقص في الحركة، مش غير نقص في حركة السواح الجزائريين، بل حتى حركة السواح. كنا نتحاور في هذا الموضوع مع الأشقاء المسؤولين في تونس، فيه نقص في الحركة، ولكن يعني نظن إن شاء الله أن هذه أمور ظرفية يعني. وكنا نستمع إلى المسؤولين من مصالح الأمن ليصرحوا أن الإجراءات يعني اتخذت يعني في هذا المجال، في مجال يعني الأمني. ونتمنى ان شاء الله ان كل هذه الامور ان شاء الله تزول في تونس الشقيقه، والامور ترجع الى مجراها الطبيعي. بالطبيعه احنا في وضع انتقالي، فيه شويه تسيب، فيه عباد يحبوا يغتنموا فرصه هذيا يخلي الوضع تنجم تقول هش نوعا ما. اما 90% الوضع الأمني في البلاد معناتها يكاد يكون عاري، رغم اللي الانفلاتات اللي تحدث. هذه الجلسة مخصصة لدراسة يعني حركة السواح عبر الحدود، خاصة من الجزائر إلى تونس، وخاصة في فصل الصيف. هناك يعني إجراءات يعني اتخذت يعني تحسبا يعني الحركه اللي تبدا من ابتداء من شهر جويليا من الجزائر الى تونس. وفي ايضا اجراءات اتخذت على مستوى مثلا الولايه الحدوديه ولايه الطرف يعني لتسهيل يعني هذه الحركه. يعني هناك وهناك حركه سياحيه من الجزائر الى تونس، ولا بد احنا يعني كبلدان وعندنا علاقات جيده، عندنا اتفاقيه في مجال السياحه، برامج عمل في مجال السياحه، ولا بد يعني نحاول نشوف يعني كيف هذا النشاط السياحي يمر في احسن ظروف. وهذا يعني هو يعني النقطة اللي كانت يعني موضوع هذه الجلسة، جلسة عمل ترأسها معالي وزير السياحة التونسي. وفي رد على سؤال يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم بلوغ مدينة تبرقة المرتبة التي تجعل السائح الجزائري يعطيها أولوية الوجهات السياحية، يقول الوزير: والله هو سؤال مهم ويمكن توجيهه أكثر للسواحة. ما عندنا فكرة على كل حال. هو سائح يحب احنا الجزائر نجم تقول والبيئة متاعها تشبه البيئة متاع تبرقة. هو ماذا بيه يمشي لحاجة أخرى، وذاك علاش يمشي أكثر لسوسة ويمشي أكثر للحمامات باش يظهر له بدل معناتها من الجو كما يقولوا. وفما مشكلة متاع تنشيط، يعني زاد كيف معناتها التنشيط في المناطق الساحلية في الحمامات ولا في سوسة أكثر من التنشيط في تبرقة. هذا للسائح الجزائري وللسائح التونسي وللسائح الأجنبي. يعني هذه مشكلة من المشاكل اللي معناتها كل المقومات اللي فيها تبرقة معناتها معناتها فريمون بقعة في تونس اونيك كما يقولوا. مازال فما ماهوش مشكل المناطق اللي هي فيها، فما المقومات الأخرين كما قلت. التنشيط يعني بما فيه كل ما هو بخلاف لوتيل، بخلاف وين ترقد، شو فما البر.
هذا اللي يلزمنا نخدموا عليه ونطوروا. فتكلمنا ايضا عن الحركه من تونس الى الجزائر. اليوم نعرف ان في حركه كبيره من الاخوه التونسيين يمشيوا للجزائر، ولو مش لاغراض سياحيه محضه، ولكن كما كانت في التدخل تاعي قلت ان هذو راح ممكن في المستقبل يكونوا سواح يعني للجزائر. فنبدا من الان مع بعض نفكر يعني كيفاش يعني نحاول نستقبل هذا السواح من الجانبين. البحر أمامكم والماعز وراءكم، صورة أخذت في الوقت الذي يجتمع فيه وزير السياحة بأصحاب المهن، أمر يدعو إلى التساؤل حول مشهد قلما شوهد مثيلا له في هذه المدينة. رغم ما تتمتع به مدينة تبرقة من مقومات سياحية ومن تنوع في المنتوج السياحي، إلا أن واقع السياحة في هذه الجهة لا زال